الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فكلمتي الآن جواب عن سؤال لم يعتد الناس أن يطرحوه، وهم في الواقع بحاجة إلى أن يذكروا بجوابه، ألا وهو: لماذا خلق الله الخلق من الملائكة والإنس والجن؟ الجواب في القرآن الكريم، وبطبيعة الواقع لا أقدم إليكم شيئا مجهولا في ظني لدى كافة المسلمين، وإنما هي أولا الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. وثانيا أريد أن أربط بهذا التذكير أمرا قد يكون كثير من الناس عنه غافلين. فجواب ذاك السؤال في قوله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن هذه الآية تعطينا الغاية والحكمة التي من أجلها خلق الله عز وجل الإنس والجن، ومن باب أولى الملائكة الذين وصفهم ربنا عز وجل في القرآن الكريم بقوله: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذه الحكمة هي أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. خلق الإنس والجن لماذا؟ ليعبدوه وحده لا شريك له. ولكن الله عز وجل أضاف إلى هذه الحكمة التي بينها قوله تبارك وتعالى: ما أريد منهم من رزق وما أريد منهم أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
لماذا ذكر ربنا عز وجل ما أريد منهم من رزق؟ أي لكي لا يهتم المسلم برزقه اهتمامه بعبادة ربه، أي يجب عليه أن يهتم بما من أجله خلق، وليس أن يهتم بالرزق، لأن الرزق قد تكفله الله عز وجل لعباده وقدره منذ أن كان جنينا في بطن أمه، كما تعلمون من الأحاديث الصحيحة التي جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن الله تبارك وتعالى يرسل ملكا إلى الجنين وهو في بطن أمه فينفخ فيه الروح بعد أن جاوز 4 أشهر، ويسأل ربه عن عمره، عن رزقه، عن أجله، عن سعادته أو شقاوته. كل هذا قد سجل كما جاء في قوله تبارك وتعالى على قول من أقوال المفسرين في قوله عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فالله عز وجل قد قدر الرزق منذ القديم، ولذلك فلا ينبغي للمسلم أن يهتم برزقه بقدر، وأرجو الانتباه، لا أقول أن لا يهتم بالسعي وراء رزقه، لا، وإنما أعني وأصرح فأقول لا ينبغي أن يهتم المسلم برزقه، بتحصيل رزقه بقدر ما يهتم بعبادة ربه تبارك وتعالى، لأن الرزق مقطوع مضمون. وإن كان هذا الكلام لا نعني به أن لا يسعى المسلم وراء رزقه، لكن إنما نعني أن لا يجعل الغاية من حياته هو أن يسعى وراء رزقه، لأن الغاية كما علمتم إنما هي عبادة الله وحده لا شريك له. ولكي لا يتبادر إلى ذهن أحد حينما نلفت النظر إلى الاهتمام لتحقيق الغاية الشرعية التي من أجلها خلق الله عز وجل الإنس والجن، لكي لا يتبادر إلى ذهن أحد أننا نأمر بما يظنه بعض الناس أنه توكل على الله حينما لا يسعى وراء الرزق. فأقول: ليس الإعراض عن السعي وراء الرزق توكلا على الله تبارك وتعالى، وإنما هو تواكل واعتماد على العبد أو على العبيد الذين لا ينبغي أن يعتمد المسلم في تحصيله لرزقه على غير ربه تبارك وتعالى. ذلك لأن السعي وراء الرزق بالحد المطلوب شرعا وبقدر أن لا يبالغ في طلب الرزق، ومن المبالغة في طلب الرزق ما سأدندن حوله، وهو أن يطلب الرزق من أي طريق كان، لا يهمه أجاءه الرزق بسبب حرام أو حلال. فالذي نريده أن السعي وراء الرزق بالقدر المشروع يعتبره الشارع الحكيم من الجهاد في سبيل الله عز وجل. الرزق، السعي وراء تحصيل الرزق
بالوسائل المشروعة وبالقدر المشروع الذي لا يجعله غايته من حياته كما ألمحت إلى ذلك آنفا، هذا السعي وراء الرزق يعتبره الشارع الحكيم من الجهاد في سبيل الله عز وجل. فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان جالسا يوما وحوله أصحابه حينما مر رجل شاب جلد قوي عليه آثار النشاط والشباب، فقال أحد الحاضرين: لو كان هذا في سبيل الله، أي لو كانت هذه الفتوة وهذا الشباب والقوة في سبيل الله عز وجل. يتمنى أحد الحاضرين أن يكون هذا الشاب المار بهذه القوة والفتوة يجاهد في سبيل الله عز وجل. فقال صلى الله عليه وآله وسلم ملفتا نظر من حوله أولا ثم من يبلغهم هذا الحديث ثانيا: أن السعي وراء الرزق كما قلت آنفا هو من الجهاد في سبيل الله عز وجل، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم مجيبا ذلك الصحابي الذي تمنى أن يكون شباب ذلك الرجل المار وقوته في سبيل الله عز وجل، قال عليه السلام: إن كان هذا خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أهله وأولاده الصغار فهو في سبيل الله. إذن السعي وراء الرزق هو من الأمور المرغوب فيها والتي حض الشارع الحكيم عليها، ولكن على اعتبار أنها وسيلة وليست غاية المسلم في هذه الحياة، إنما غايته أن يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له. سعيه وراء الرزق ليتمتع بالقدرة والقوة على القيام بما فرض الله عز وجل عليه من الجهاد، ليس فقط في قتال الأعداء الذين حرمنا مع الأسف الشديد في عصرنا هذا من هذا الجهاد، وإنما على الأقل في الجهاد، جهاد النفس الأمارة بالسوء التي تتطلب القيام بكثير من الفروض والواجبات، ومنها مثلا الصلاة التي هي الركن الثاني بعد الشهادتين في الإسلام. فمن كان هزيلا ومن كان مريضا لا يسعى لتقوية بدنه بما أنعم الله عليه من رزق، فقد لا يستطيع أن يقوم بما فرض الله عز وجل عليه من الجهاد، سواء كان هذا الجهاد النفسي العام الذي عبر عنه الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح حين قال: المجاهد من جاهد نفسه لله. المجاهد من جاهد نفسه، وفي رواية هواه لله عز وجل. هذا الجهاد يتطلب كما ألمحت آنفا إلى أن يكون المسلم قويا في جسده كما هو قوي في عقيدته وفي معانيه الإيمانية الإسلامية. وقد أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى وجوب محافظة المسلم
على نشاطه وقوته في بدنه حينما بلغه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبالغ في طاعة الله تبارك وتعالى، حيث كان يصلي الليل كله ويصوم الدهر كله ولا يأتي نساءه. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعاه في قصة فيها بعض الطول لا مجال الآن لذكرها بتمامها، إنما الغرض الآن أن أذكر باهتمام الإسلام بصحة المسلم وضرورة محافظته على بدنه، حيث قال عليه السلام: إن لجسدك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولزورك أي من يزورك حقا. زاد في حديث آخر أو في قصة أخرى: فأعطي كل ذي حق حقه. وكان في هذه القصة أن هذا الرجل العابد الزاهد في الدنيا والذي كان من زهده أنه لما زوجه أبوه كأنه لم يتزوج، لم يقرب زوجته لانشغاله واستغراقه في وقته كله على عبادة الله عز وجل. طلب هذا الزاهد العابد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصوم أكثر مما رخص له في أول الأمر، ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزيده في أيام يصومها أكثر مما رخص له في أول الأمر، إلى أن قال له في نهاية المطاف: صم يوما وأفطر يوما، فإنه أفضل الصيام، وهو صوم داود عليه الصلاة والسلام. وكان لا يفر، هنا الشاهد، وكان لا يفر إذا لاقى أي عدوه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وعظ ذلك الصحابي الزاهد بأن لا يزيد على الصيام نصف الدهر، يصوم يوما ويفطر يوما، وعلل ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله: فإنه أفضل الصيام وهو صوم داود عليه السلام. لماذا قال عليه الصلاة والسلام وهو صوم داود؟ لأنه جاء في حديث في صحيح البخاري: كان داود عليه السلام أعبد البشر. أعبد البشر هو داود نبي الله وهو والد سليمان، كان أعبد البشر، ومع ذلك كان يصوم يوما ويفطر يوما. ما هي الحكمة من هذا الصيام؟ قال: وكان لا يفر إذا لاقى، أي كان يجمع بين أن يعطي لنفسه حقها من عبادة ربها من جهة، وكان يعطي لجسده قوته من جهة أخرى، ليتمكن بهذه القوة من مقاتلة أعداء الله عز وجل. ولذلك جاء في القرآن الكريم قوله: قتل داود جالوت. لو كان داود عليه السلام يصوم الدهر كله لما استطاع أن يقضي على ذلك الكافر الجاحد المنكر. فإذا السعي وراء تقوية الجسم بالطلب للرزق الحلال هذا أمر مرغوب فيه، واعتبر ذلك الشارع الحكيم كما سمعتم في قصة الشاب الجلد جهادا في سبيل الله عز وجل.
الذي أريد الآن الدندنة حوله أنه ليس من هذا النوع من الجهاد في سبيل الله أن يطلب المسلم الرزق دون أن يلتزم في طلبه أحكام شريعة ربه عز وجل، أي لا يسأل إن كان السعي الذي يسعاه أو العمل الذي يعمله في سبيل تحصيله لرزقه جائزا شرعا أو محرما شرعا. هذا ليس أولا مجاهدا ذلك الجهاد الذي وسع رسول الله معناه فجعل السعي وراء الرزق من سبيل الله. هذا الذي يسعى وراء الرزق لا يسأل أحرام هو أم حلال، فهو ليس فقط مجاهدا وخارجا في سبيل الله، بل هو عاص لله عز وجل غير متذكر عملا قول الله عز وجل مذكور آنفا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعليه إذن على كل مسلم إذا سعى وراء الرزق ألا يطلبه إلا من طريق أباحه الله عز وجل، وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأمر المسلم بأن يطلب الرزق من الطريق الحلال، ويحذره أن يكون مكسبه من طريق حرام. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ومأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذاك؟ يدعو الرجل، بل يدعو المسلمون اليوم دعاء طويلا عريضا، ثم لا يستجاب لهم أن ينصرهم الله عز وجل على عدوهم. لماذا؟ لأن أكثر المسلمين اليوم لا يسألون الحلال ولا يبايلون من أي طريق جاءهم هذا الكسب، أمن طريق حلال أم حرام. فهذا الحديث يقول إن الله عز وجل جعل من سنته الشرعية أنه لا يستجيب دعاء من كان طالبا للرزق بطريق محرم، بل قد أوعده النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعدا أو إيعادا مخيفا جدا حينما قال عليه الصلاة والسلام: كل لحم نبت من السحت فالنار أولى به. كل لحم نبت من السحت أي من الكسب الحرام فالنار أولى به. ولعلي أنهي هذه الكلمة فقد طالت أكثر مما كنت أقدر لها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أخبر أمته
بأن استحلالهم السعي وراء الرزق بالطريق المحرمة يكون سببا لأن يذلهم الكفار وأن يستعبدهم الكفار. وهذا أمر مشاهد مع الأسف في كثير من الديار الإسلامية. ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من أسباب تسلط الأعداء على المسلمين وإذلالهم إياهم إنما هو انكبابهم على الدنيا وانصرافهم بسبب هذا الانكباب إلى طلب الرزق بطريق الربا. ومن أنواع الربا ما ذكره عليه الصلاة والسلام في الطرف الأول من هذا الحديث، ألا وهو قوله: إذا تبايعتم بالعينة. إذا تبايعتم بالعينة نوع من المبايعات الربوية. وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. والرجوع إلى الدين معناه واسع جدا جدا، لكن فيما يتعلق بهذه الكلمة يجب على كل مسلم أن يرجع في طلبه للرزق إلى الكسب الحلال حتى يكون هذا الكسب شفيعا له فيما إذا دعا ربه أن يستجيب له أو منه دعوته. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا أن نتعرف على ديننا وأن نعمل بأحكامه، ومن ذلك أن يوفقنا للسعي وراء طلب الرزق الحلال وأن يبعدنا عن الوسائل المحرمة التي كثرت في هذه الأيام، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين. على هذه الكلمة الطيبة المباركة. والآن نفتح المجال للأسئلة للشباب لمن كان عنده فليتفضل. شيخنا عن نفس الموضوع إذا ممكن. تفضل. جزاك الله خير. ذكرت بأن السعي وراء الرزق الحلال من الأمور يعني الواجبة على المسلم. نعم. هناك أمر مهم يعني كثير من المسلمين يجهله. الله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فبعض المسلمين يعمل عملا حلالا لكن يكون يعني فيه معاون على الحرام. فالبعض مثلا يكون يعمل في الحديد يفصل أبواب، فيكون المحل الذي يريد أن يعمل له حراما، فهل إذا صنع هذا الباب لذاك المحل يأتي عليه إثم؟ جزاك الله خير. الجواب في الآية التي ذكرتها، وهذا ما تعرضنا لبيانه في مناسبات كثيرة وكثيرة جدا. يعني مثلا من يحمل الخمر فقط في سيارته فهو ملعون بنص حديث الرسول عليه السلام الذي يقول: لعن الله في الخمرة 10. وذكر منها حاملها والمحمولة إليه. وهذا الحديث من أحاديث كثيرة وكثيرة جدا تفسر الشطر الثاني من الآية التي ذكرها السائل آنفا، ألا وهو قوله تبارك وتعالى: ولا تعاونوا
على الإثم والعدوان. فالذي يحمل الخمر إلى الخمار مثلا قد عانى المدمن للخمر على شرب الخمر كما أعان الخمار على بيع الخمر، وهكذا. ولذلك فالعمل الذي أصله مباح كما جاء في السؤال وفي الجواب الحمل، هذا الحمل على السيارة أو على الدابة من حيث هو حمل بأجرة فهو جائز، لكن العبرة كما قال عليه السلام في غير هذه المناسبة إنما الأعمال بالخواتيم. هل محمول هذا على هالمحمولة وهي السيارة مثلا ما مصيرها؟ مصيرها أن تصل إلى الخمار مساعدة للمدمنين للخمر على شربها. كذلك من يحمل أشخاصا نساء أو رجالا إلى السينمايات أو البارات أو الملاهي المحرمة، كل هذا لا يجوز لأنه يخالف الآية الكريمة ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والبحث في هذا كثير وكثير جدا، ولعله من المهم لوقوع جماهير الناس اليوم وبخاصة التجار منهم في مخالفة الحديث التالي، ألا وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. لعن الله آكل الربا، مفهوم آكل الربا، لكن ما بال موكله، ما بال الشاهد، ما بال الكاتب؟ الجواب في الآية: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لذلك يتوهم كثير من التجار الذين يظنون أنفسهم أنهم من عباد الله الصالحين، يظنون أنهم حينما يودعون أموالهم في البنوك ولا يأخذون الربا أنهم أحسنوا بذلك الصنعة. كلا ثم كلا، لقد أساءوا بذلك صنعة. لماذا؟ لأنهم أعانوا البنك على أن يأكل الربا، والرسول عليه السلام كما سمعتم يقول: لعن الله آكل الربا وموكله، أي مطعمه لغيره. فهذا التاجر أو هؤلاء التجار الذين يودعون أموالهم في البنوك ولو كانوا صادقين في قولهم إنهم لا يأخذون الربا، حسبهم إثما أنهم يؤكلون الربا، أولئك الذين يعملون في البنك. ومعنى هذا الكلام أيضا أنه لا يجوز للمسلم أن يكون موظفا في البنك ولو كان القمام أو الكناس أو الزبال. مفهوم الكلام هذا؟ يعني أقل، لا أنا جبت مهيني، جبت أقل موظف، أما الحارس هذا ما شاء الله. فلذلك أي موظف في البنك من الرئيس من المدير إلى الكناس يشملهم هذا النص القرآني ثم الحديث النبوي: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. طبعا الآن يوجد في البنك أنواع من التعاون، ليست هذه الأنواع بالمحصورة بالكاتب والشاهد. يمكن الآن ما في حاجة للشهود أبدا، لأن الجماعة نظموا أمورهم على القانون الغربي الذي لا يحرم ولا يحلل، كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
البحث في هذا طويل جدا، وهناك أنواع من الأحاديث رهيبة جدا كلها تلتقي على نقطة هامة جدا، وهي أنه لا يجوز للمسلم أن يكون عونا لغيره على ارتكاب منكر. وبهذا القدر كفاية. جزاك الله خيرا. نعم. ما حكم بيع التورق يا شيخنا؟ أوضح بيع التورق حتى يفهموه. بيع التورق أن يشتري الرجل بضاعة من غير نقد من التاجر وهو يريد النقد، ثم يبيعها لغير التاجر نقدا بثمن أقل. الحقيقة هذه التسمية هي كتسمية الربا بالفائدة. التورق هذا اسم مبتدع، أما الذي سماه الرسول عليه السلام في الحديث السابق هو العينة، هو العينة. والصورة كما سمعتم، رجل يريد مالا، ولتفكك عرى المودة والمحبة بين المسلمين فلا يجد هذا المسلم من يقرضه قرضا حسنا، فيذهب، لا يريد أن يذهب إلى البنك لأن هذا ربا مكشوف، أن يأخذ مثلا 1000 على أساس أن يوفيها بعد مدة مسمات 1100 أو أقل أو أكثر، وإنما يذهب عند التاجر فيشتري منه حاجة ب1000، ليس بالنقد وإنما كما يقولون اليوم بالتقسيط بالدين، ثم بعد ما يشتريها ب1000 يعود فيبيعها للبائع له ب800، فيسجل عليه المقدار الذي اشتراه من قبل 1000 وزيادة، ويأخذ مقابل 1000 وزيادة 800. هذا ربا، ويصح لي أن أقول ألعن من الربا، ألعن من الربا. لما؟ لأنه الفرق شاسع جدا. في البنك تأخذ 100 على أن توفي 105 110، أما هنا يكون الفرق باهظ جدا. فهذا نوع من الاحتيال على ما حرم الله عز وجل، ولذلك فبيع العينة أو التورق هذا أشد حرمة من الربا المكشوف. لا نريد أن نبيح الربا المكشوف فهو ملعون كما سمعتم وحسبه إثما، لكن الاحتيال على أكل الربا، الاحتيال على أكل الربا تلحق بصاحبه لعنة أخرى، لعنة أخرى. لما؟ لأنه أولا يأكل الربا فهو ملعون بنص الحديث السابق، ثانيا يحتال على أكل الربا، هذه لعنة أخرى. من أين جاءت هذه اللعنة؟ من قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. ماذا يعني هذا الحديث؟ الحديث أولا يشير إلى عقوبة كان الله عز وجل فرضها على اليهود بسبب ظلمهم لأنفسهم وتعديهم على شريعة ربهم. من ذلك كما قال عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. حرم الله على اليهود بسبب ظلمهم، يكفيكم وقتلهم الأنبياء بغير حق. حرم عليهم أشياء هي في أصلها حلال، منها الشحوم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم
طيبات أحلت لهم منها الشحوم. فقال عليه السلام في الحديث السابق: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها. فجملوها، ما معنى جملوها؟ ذوبوها، وضعوها في القدور، وأوقدوا النار من تحتها فساخت وذابت، فصارت في شكل آخر غير الشكل الأول. زين لهم الشيطان بأن تغيير الشكل يخرج المحرم إلى دائرة الحلال، وهذا لعب على الأحكام الشرعية واحتيال عليها. لذلك قال عليه السلام: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها، أي ذوبوها، ثم باعوها وأكلوا أثمانها. وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. إذن أكل الربا محرم، الاحتيال على أكل الربا محرم مرة ثانية، آكل الربا ملعون، والاحتيال أو المحتال على أكل الربا ملعون لعنة أخرى. لذلك فالتورق هذا أو بيع العينة لا يجوز مضاعفة، أولا لأنه يطعم الربا وذلك البائع يأكل الربا، وثانيا لأنهما تواطأ واتفقا على استحلال ما حرم الله، فوقع في نفس الحيلة التي وقعت اليهود فيها من قبل. نعم. شيخنا بارك الله فيكم، يقول السائل: ما حكم من يبيع الإيشار اللي يوضع على الرأس يا شيخ، مع العلم أن الإيشار بيعه ليس محرما للنساء اللواتي يخرجن فيه كاسيات عاريات، وكذلك الملابس الأخرى، وهو يرى المرأة التي تشتريه كاسية عارية. أظن جواب هذا السؤال يفهم مما سبق بوضوح، ولكن قد يتطلب الأمر شيئا من التوضيح. الشيء الذي يباع كالإيشار الوارد في السؤال قد يستعمل فيما هو مباح، وقد يستعمل فيما هو محرم. فهنا ينظر إلى الأمر بمنظارين اثنين. الأول: إذا كان الغالب على استعمال المبيوع هذا سواء كان إيشار أو غيره، إذا كان الغالب على استعماله في ما حرم الله فبيعه حرام، وإذا كان الغالب استعماله فيما أباح الله فبيعه حلال. هذا المنظار الأول. المنظار الثاني: ينظر إلى المبيوع له، إلى الشخص الذي يباع له بنفس النظام السابق. إذا كان يغلب على البائع أن هذا الشاري لهذه الحاجة سيستعملها فيما حرم الله فبيعه إياه حرام، وإلا فحلال. لا بد من هذا التفصيل حتى ما يكون الإنسان واقعا فيما حرم الله باسم أنه حلال، أو على العكس تماما غيره. يقول السائل بارك الله فيكم: ما ترجمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ نعم. أولا، لا يؤمن أحدكم، هذا النفي ليس نفيا للإيمان المطلق بحيث أنه يعني يكون كافرا إذا كان لا يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه، وإنما المعنى لا يؤمن إيمانا كاملا. لا يؤمن إيمانا كاملا. من؟ المسلم الذي
لا يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. ومعنى ذلك، ومعنى أن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه، بلا شك لابد هذا من أن يقيد لفظا لأنه ورد، ومعنى لأنه هو المعنى المقصود من هذه الرواية المشهورة. الرواية المشهورة في الحديث هو كما سمعتم آنفا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هكذا الحديث في الصحيحين. لكن جاء الحديث بزيادة موضحة للمعنى الذي لا ثاني له، وهو: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. من الخير، لأن الحديث على إطلاقه قد يشمل ما ليس خيرا. يعني رجل مثلا يشتهي أن يدخل السينما، فهو يتمنى لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. لا، هذا المعنى لا يرد في بال المسلم. لكن القيد الذي جاء في آخر الحديث وفي رواية صحيحة كما يقال اليوم، هذه الرواية تضع النقاط على الحروف، تبين أن المقصود في هذه المحبة التي إذا لم تتوفر في قلب المسلم يكون إيمانه ناقصا، وهو أن يحب لأخيه المسلم من الخير ما يحب لنفسه. مثلا أنت عندك علم نافع، علم بالكتاب والسنة، علم بالتلاوة، علم باللغة العربية، أي علم نافع، فأنت لا يجوز أن تتمنى أن تظل وحيدا في علمك هذا، بل يجب عليك أن تتمنى ذلك لكل مسلم لأنه خير، فإن لم تفعل فإيمانك ناقص، وعلى ذلك فقس. فمعنى إذن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. وإذا افترضنا مسلما يرى جارا له فقيرا ثم يتمنى له أن يظل فقيرا معدما، ولا يتمنى له من المال الذي أعطاه الله إياه، وهذا من طبيعة الإنسان كما قال رب الأنعام في القرآن: وإنه لحب الخير لشديد. الخير هنا هو المال. هذا الجار الغني حينما يرى جاره الفقير فقرا مدقعا عليه أن يتمنى له من المال مثل ما له، ولكن عطفا على بحث سبق: إذا كان كسبه من حرام فإياه أن يتمناه لجاره الفقير، وإنما قبل كل شيء يجب أن يتمنى لنفسه المال الحلال ثم يتمناه للمسلم حتى يصدق عليه هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. يقول السائل: بارك الله فيكم، ما حكم العمل في شركة لصناعة الألعاب البلاستيكية وهي أشكال الحيوانات؟ سبق الجواب عن هذا بارك الله فيكم. لا توجهوا أسئلة متكررة، الألفاظ متغيرة والمعاني متحدة. كل هذا السؤال والذي قبله بقليل كله يلتقي مع مخالفة الآية الكريمة: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صنع الدمى هذه والألعاب الأطفال هذه لا يجوز صنعها إلا بيتيا، إلا في بيت المسلم، فلا مانع من صنع ذلك انطلاقا أو تمسكا بحديث عائشة. أما صنعها والمتاجرة بها وتعميمها في بيوت المسلمين، وبخاصة إذا كان صنعها فيه تقليد
للكفار ولأذواقهم وعاداتهم وتقاليدهم، فهذا بلا شك من أشد المحرمات في الإسلام، فلا يجوز أن يعمل في مثل هذه الشركة مؤمن يؤمن بالله ورسوله. نعم. يقول السائل بارك الله فيكم: هل الزواج من الأمور المقدرة على الإنسان جبرا؟ يعني هذا سؤال قديم وحديث. الثانية ولا الأولى؟ زوجة الثانية ولا الأولى؟ نعم. هذا سؤال قديم لكن حديث في التعبير. هذا كمن يقول: هل السعادة والشقاوة مقدران على العبد أم لا؟ أما الجواب الشرعي والعقلي في أن واحد: كل شيء بقدر، كل شيء بقدر. والزواج إما أن يكون زواجا شرعيا أو أن يكون زواجا بدعيا، فإن كان زواجا شرعيا فهو خير، وإن كان زواجا بدعيا فهو شر. فهل الخير والشر مقدر على الإنسان؟ الجواب نعم، كل شيء بقدر، كما جاء في الحديث الصحيح: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. ولكن إذا كان كل شيء بقدر حتى السعادة والشقاوة، ففيما العمل؟ لقد ذكروا للرسول هذا السؤال حينما أخبرهم بأن كل شيء مستطر، كل شيء مسجل. قالوا له: ففيما العمل؟ فأجابهم عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الجواب الحكم الفاصل الذي لا جواب بعده ولكن لمن فهمه. قال عليه السلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل الجنة فسيعمل بعمل أهل الجنة، ومن كان من أهل النار فسيعمل بعمل أهل النار. ثم قرأ قوله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن كل ميسر لما خلق له. بالنسبة للسؤال السابق: من كان يريد الخير فيسعى إليه ويتزوج الزواج المشروع، ومن كان يريد الشر يسعى أيضا إليه ويتزوج الزواج غير المشروع. كل ميسر لما خلق له. لذلك لا يقولن أحدكم: إذا كنت أنا مكتوب سعيد فإذا لماذا أتعب نفسي وأصلي وأصوم فأنا سعيد، أو إذا كنت كتبت شقيا لا سمح الله فلماذا أيضا لا أتمتع بملاذ الحياة كلها ولا أتعب نفسي بصلاة وعبادة وصيام إلى آخره. الجواب: إن كنت صادقا مع نفسك فقل أيضا كل شيء مثل السعادة والشقاوة، وسابقا ذكرنا أن الرزق كذلك، فلماذا تسعى وراء الرزق؟ والرزق أيضا مما سجل كالسعادة والشقاوة، كل شيء مسطر. لماذا تسعى وراء الرزق؟ لأنك تعلم أنك إن لم تسعى لم يأتك، فهنا أنت معتزلي يعني تؤمن بالأسباب، أما هناك فأنت جبري فيما يتعلق بالسعادة، فأنت لا تعمل، لأنه إن كان مكتوب سعيد فأنا سعيد، وإن كان مكتوب شقي فأنا شقي، وإن كان مكتوب فقير فأنت فقير. لماذا تسعى؟ لا بد من السعي. قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. لذلك لا بد من السعي وراء الخير، ولا بد من الابتعاد عن الشر،
والله عز وجل بحكمته قدر أن يعطي لكل إنسان ما يسعى إليه، كما قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. 33 بعد 107 على 1. تم تسجيل هذا المجلس في 13 من ذي القعدة 1413 هجري، الموافق اليوم 5 من الشهر 5 1993 ميلادي.